أحسن 10 أفلام على نتفليكس. 1. It Ends With Us 2024. الفيلم من إنتاج سوني بيكتشرز وبطولة بليك لايفلي، جاستن بالدوني. إيرادات الفيلم وصلت لأكثر من 350 مليون دولار. الفيلم مستوحى من رواية كولين هوفر الشهيرة، وبيحكي عن ليلي بلوم اللي بتبدأ حياة جديدة في بوسطن وبتقابل جراح أعصاب، وبتبدأ قصة حب كبيرة، لكن الظهور المفاجئ لحبيبها السابق بيغير من أحداث الفيلم. لو بتحب الأفلام الرومانسية يبقى أكيد الفيلم ده ليك. 2. ميدواي 2019. إيرادات الفيلم وصلت ل 126 مليون دولار. الفيلم من إنتاج لاينز جيت وبطولة إيتس كراين، باتريك ويلسون ووودي هارلسون. الفيلم بيحكي عن أحداث معركة ميدواي الشهيرة في الحرب العالمية الثانية، اللي بيظهر القتال الشرس في البحر والسماء، وإن في أبطال حقيقيين بيقاتلوا علشان يغيروا مجرى الحرب. فيلم مليان أكشن وإثارة، أنصحكم بيه. الفيلم الثالث كلايوس 2019. الفيلم حقق إيرادات ضخمة وإشادات من النقاد والجمهور. الفيلم من إنتاج شركة نتفليكس وبطولة جيسون شوارزمان وجي كي سيمونز. الفيلم عبارة عن رسوم متحركة بيحكي عن جيسبر، الشاب الكسول اللي بيتم إرساله لجزيرة نائية، وفيها بيقابل حرفي غريب اسمه كلاوس، اللي بيبدأوا في نشر الفرح وتوزيع الهدايا. ولو حابين تتفرجوا على فيلم تشاركوا فيه العيلة، أكيد الفيلم ده ليكم. الفيلم الرابع اللي معانا The 688 2024. الفيلم من إنتاج تايلر بيري وبطولة كاري واشنطن. الفيلم ده بيستعرض قصة حقيقية لفرقة من النساء في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، وبيظهر إزاي بيتعاملوا مع ملايين الرسائل الحربية وتأثيرهم في تغيير التاريخ. لو أنت من عشاق الأفلام التاريخية يبقى أكيد الفيلم ده ليك. الفيلم الخامس ماد ماكس فيوري رود 2015. الفيلم من إنتاج جورج ميلر، بطولة توم هاردي، تشارلز ثيرون. إيرادات الفيلم وصلت ل 375 مليون دولار. فيلم أكشن ملحمي بيحكي عن ماكس، الراجل اللي بيواجه الصحراء القاحلة في عالم ما بعد الكارثة، وبيحارب من أجل البقاء مع فوريوسا ضد طاغية. الفيلم مليان أكشن وتشويق من أول دقيقة لآخر الفيلم. الفيلم السادس اكستراكشن 2020. الفيلم من إنتاج نتفليكس، بطولة كريس هيموثورث وراندي بهودا. إيرادات الفيلم وصلت لأكتر من 230 مليون دولار. فيلم أكشن وإثارة بيحكي عن تايلر رايك، مرتزق محترف بيتكلف بمهمة إنقاذ ابن أحد تجار المخدرات في الهند. المهمة بتتحول لمعركة شرسة بتغير مجرى الأحداث. لو بتحب الأكشن الجامد والمطاردات يبقى أكيد الفيلم ده مناسب ليك. الفيلم السابع بيرد بوكس 2018. الفيلم من إنتاج نتفليكس، بطولة ساندرا بولوك، تريفيان رودز. إيرادات الفيلم وصلت لأكتر من 100 مليون دولار. قصة الفيلم بتحكي عن أم بتحاول تحمي عيلتها من كائن غامض بيسيطر على الناس ويخليهم ينتحروا بمجرد النظر. رحلة مثيرة ومليانة توتر وإثارة هتخليك على أعصابك طول الفيلم. والفيلم الثامن نايفز أوت 2019. الفيلم من إنتاج لاينز جيت، بطولة دانيال كريغ، كريس إيفانز، أندي أرماس. إيرادات الفيلم وصلت ل 311 مليون دولار. الفيلم بيبدأ بتحقيق في وفاة كاتب روايات شهير في ظروف غامضة وسط عيلته الكبيرة. الفيلم مليان مفاجآت وأحداث غير متوقعة. لو بتحب الجرايم والغموض يبقى أكيد الفيلم ده ليك. الفيلم التاسع The Irishman 2019. الفيلم من إنتاج نتفليكس، بطولة روبرت دينيرو، الباتشينو، جو بيتشي. ميزانية الفيلم وصلت ل 159 مليون دولار. والفيلم بيحكي عن عالم العصابات في أمريكا. بيحكي عن حياة فرانك شيران اللي كان قاتل مأجور وعلاقته برئيس اتحاد العمال جيمي هوفا. لو بتحب أفلام العصابات التاريخية يبقى الفيلم ده هيناسبك. أما الفيلم العاشر